سهل بعده سهل برضه مفيهوش حاجة. تمام. مثال بسيط جدا وسيمبل مفيهوش حاجة والله. والله أول حاجة هبدأ أعمل إيه؟ والله مش ده الفرونت ده السايد فيو. طب كده خلصان. هعمل إيه بقى؟ هبدأ أقسمه أجزاء، واحد اتنين تلاتة. والله هبدأ أمسك الجزء واحد أتخيله الأول. والله جزء واحد مرسوم في الفرونت أهو، فقوم جاي رسمه كده. الأفق برسمه مميل وقائم برسمه قائم. ده الشكل رقم إيه؟ واحد. آخد إسقاط الشكل رقم واحد في السايد فيو، هلاقيه ممدود بعرض 50. والله أحدد الزوايا، أمدها بعرض كام؟ 50. أنا بتخيل الجسم بس يا شباب. كده ده الجسم رقم واحد قاعدة في الأرض، مبني عليها حاجات لفوق. مبني عليها مثلا أولا الجسم رقم اتنين. طب الجسم رقم اتنين مبني منين؟ مبني من هنا لحد فوق، بس مبني في النص، في اليمين في الشمال. والله جيت مسكت اسقاط الشكل رقم اتنين خدته كده، لقيته هو عبارة عن المستطيل ده. فعرفت إن الجسم رقم اتنين مبني في النص، يعني هسيب مسافة من هنا قدها مسافة من الجهة التانية، وأسسه إزاي؟ أرسم شكله. مش هو باين ان هو مش هو؟ اللهم صل يا عمي، انا مش عارف لسه ده مش ازاي. هو مش قالك ان هو هتخش من هنا خمسه؟ اديني دخلت الخمسه. قالك بدايته في الفرونت مستطيل كده، يعني بدايته مستطيل طبعا اهو. بارتفاع قد ايه؟ فكك من خط اللي انا عامله تحت على القاعده ده لو انت لسه مش متمكن. والله عادي، انا قمت جاي راسم المستطيل ده. هو بارتفاع كام؟ بارتفاع المسافه ده اللي هي 40 اهو. ماشي. بعد ما رسمته والله ايه، ابدا احدد الزوايا برضه. همدها بطول قد ايه؟ بطول اسقاطه هو في السايد فيو هو 40. والله ادي ال 40 اهو. مديت الزاويه بطول 40 اهي. الزاويه دي مديتها بطول 40، والزاويه دي بطول 40، والزاويه دي بطول 40. وقفلت وجه هناك زي ده. والله هتلاقيه غطى على الزاويه بتاعت القاعده الاساسيه اللي انت كنت بانيها في الاول. ما انت اكنك بنيت جدار تاني. فلما بنيت الجدار تاني وانا بص من هنا مش شايف بقى من ورا. فوالله ده الجسم اللي هو رقم اتنين اهو. هو ده كده. والله طالع منه جسم رقم تلاته من هنا كده. طالع منين؟ مش عارف. فاحتاج ابص للسد عشان شفت هو طالع من النص من على اليمين الشمال. لما جيت خدت اسقاط الشكل رقم ثلاثة لقيت هو عباره عن الدايره دي. فانا عرفت ان في جزء اسطواني مبني هنا كده في النص بالظبط، ممدود لبره بالطول اللي هو 20 ده. والله هنا كده كده. اسست شكله ورحت جاي بنيه، وبعد كده ارسم بقى الدايره من هنا كده. والله الاسطوانه اللي انا بنيتها دي غطيت لي على حاجات، غطيت لي على الجسم بتاعي من هنا كده. طبعا همسح التاسيس اللي انا اسسته ليه عشان خلاص انا غطيت على الزاويه بتاعت التنجار. كمل بس بقى الدايره كده. شد خط كده. دي الاسطوانه بتاعتي اللي مبنيه وانا بص، انا شايفها مستطيل من هنا اهو، ومن السايد فيو شايفها دايره في النص اهو. بعد كده لقيته عامل لي داش لاين هنا في الجزء رقم اتنين. والله ابدا بقى ابص على الناحيتات، في داش لاين هنا كده، معناه ان هو حفر حاجه في الجسم رقم اتنين ده. حفرها من النص من على اليمين مع الشمال. والله ما انا عارف. انا بص لقيته بيقول لي سكوير 30 في 30. معنى انه يقول لي سكوير 30 في 30 يعني انا حافر من فوق مربع 30 في 30. عرفت موقعه منين؟ والله انا لقيته هنا ظاهر في نص الشكل، وهنا في نص الشكل. تعرف ان هو في السنتر على طول مربع 30 في 30. محفور بقى لحد الاخر. ولا محفور لحد فين؟ والله ابص على الابعاد لقيته هنا بيقول لي محفور بس بعمق 10 داش لاين، يعني ما عملش داش لاين لحد الاخر. فكده والله خلاص انا عرفت ان المربع نازل عمق 10 بس، بعد كده مفيش بقى. ده الجسم بتاعك. والله بكل بساطه انت قدرت تتخيله. ونصيحه مني لكم من اخ كبير يعني، والنصيحه دي قلتها لناس كتير وعملتها وخليت ناس كتير ينفذوها بقوا ممتازين في الرسم واتطوروا بقى احسن مني كمان. هو ان انت تقعد ترسم ايزومتريكات كروكي زي ما انا ايه برسم معاكم كده. ده هيحسنك. هو مش مطلوب منك، بس ده هيخليك بوب رسم في اخر السنه. تمام. وايدك دي، ايدك دي اللي انت هتتكلم فيها بعد كده بالرسم، فايدك دي هتعتبرها هي المسطره والقلم وكل حاجه. طيب. بعد كده والله انا هبدا امسك الشكل رقم واحد اللي انا مديته ده اهو كده. انا خلاص عارف ان هو هيظهر مستطيل في التوب وبتاع، وهيتقسم مستطيلات داش لاين من الزاويتين دول. وعارف ان المستطيل ده هيظهر مستطيل في التوب. وعارف ان الشكل ده هيظهر مربع وجواه مربع تاني. طب انا مش عارف وعايز استنتج بدون تخيل. والله سهل. همسك الشكل رقم واحد استنتجه الاول. والله امسك الشكل رقم واحد عرضه في الفرونت نفس عرضه في التوب من الاساسيات. طب ارتفاعه في التوب والله نفس ايه؟ عرضه في السايد فيو بزاويه 45 يا باشا زي المحترم اهو. وراح جاي منزل بدايته ومنزل نهايته. طب والله اروح جاي ايه؟ ناقل الارتفاع هنا اهو. انا كده بنقل مستطيل كبير الاول ليه؟ عشان الشكل ده فيه زوايا. بعد ما نقلت مستطيل كبير اقسمه مستطيلات صغيره حسب الزاويه. القاعده كنا قايلين والله مش دي زاويه ودي زاويه. والله خدهم من الاتنين وانت نازل هتاخدهم ايه؟ داش لاين. طب انا جاي يا شباب خدت الزاويه دي والزاويه دي داش لاين يا شباب. اه بالظبط كده. وانا باصص من فوق، هل انت شايف الزاويه دي والزاويه دي من فوق؟ سيبك من الشكلين دول.
هل بالنسبه للشركه رقم واحد الزاويه دي والزاويه دي أنا شايفها من فوق؟ انا مش شايفها بسبب الخط ده، لان ما دام انا بستنتج التوب يا شباب فانا باصص من فوق بالنسبه للمسقطين دول. طيب ده لو انا مش متخيل يعني. طب لو انا متخيل بقى الجسم بتاعي والله عارف ان الزاويتين دول بتوع الناحيه اللي تحت، فانا عاملهم ده عشان انا مش شايف من فوق. طب بعد كده امسك الجزء رقم 2 انزله، والله الجزء رقم 2 اهو. تمام، هنزل عرضه بدايته من هنا ونهايته هنا كده. زاويه 20 في انه جزء. قصدك دي؟ لا بص، سيبك بس من التقسيم، انا مش بقسم دلوقتي، انا دلوقتي بستنتج جزء جزء في البلان لوحده. يعني انا مسكت، انا ماليش، ما رحتش من الجزء رقم 3 دلوقتي. يعني كل اللي انا عملته استنتجت الجزء رقم واحد اهو. هبدا بعد كده اروح استنتج الجزء رقم 2 فوق ايه. بعد كده هبدا اطلع من الجزء رقم 2 الجزء رقم 3 هنا كده. تمام. ما احنا لسه هنخش عليه نرسمه اهو، بس انا دلوقتي بستنتج جزء جزء، انا ما طلعتش تقسيمه. يعني انت مربع اللي انا نقلته الكبير في الاول ده مش مربع التقسيمه بتاعت البلان، لا. انا نقلت باسقاط الجزء رقم واحد بس لوحده دلوقتي. انت فاهم قصدي؟ انا لو عايز انهي تقسيمه المربع هجيب من بدايه الجسم ومن نهايه الجسم خالص، وبعد كده اعمل المربع الكبير، بس هو بالنسبه لي مش لازمني يعني. انا بحب انهي جزء جزء لو انا مش عارف اتخيل او لو انا بستنتج. تمام. فانا مسكت جزء رقم واحد نزلته، امسك بقى جزء رقم اتنين انزله، والله بدايته وادي نهايته. هتلاقيها منطبقه على الصوره دي هنا كده. ماشي. بارتفاع قد ايه؟ والله خد الجزء رقم اتنين في السيرفي هو مستطيل ده كده، والله ينزله هنا كده اهو. انقله هنا كده. بادئ من الجدار ده ونهي عند الداش لاين هنا كده. بادئ من الجدار ده ونهي عند الداش لاين هنا كده. فان انا نقلته دلوقتي ده كده، انا نقلته ده دلوقتي كده يا شباب، المستطيل ده اهو اسقاط المستطيل رقم اتنين، محفور جواه مربع برضه داش لاين لو عايز تنزله بالمره. انت فاهم الدنيا؟ الداش لاين المحفور ده اهو جوه اسقاط الداش لاين المربع ده. طب والله سهل، راح جايب بدايته اهي وجايب نهايته اهي. ماشي. طب ارتفاع المربع والله هاته من هنا اهو، هاته من عرضه في السايد فيو. نزل عرضه كده. ماشي. وراح جاي رايح هاته كده. يعني كده نقلت ايه المربع يا شباب. ماشي. انا نقلته مربع اللي محفور، طبعا انا ابقى شايفه من فوق، هتقول لي انت نقلته صوره ليه؟ هقول لك والله هندسه، ما هو انت باصص من فوق تمام، انا شايف المربع ده تفريغ من فوق، بادئ من فوق ونازل لتحت، فانا شايفه من فوق. طب انا متخيل عارف ان المربع ده انا شايفه من فوق بكل الصوره. طيب كده انا خلصت جزء رقم واحد واثنين والنحته اللي في اتنين كمان. طب ناقصني الجزء رقم ثلاثه، عايز ابنيه هنا كده في المنطقه دي، والله الجزء رقم ثلاثه ظهر هنا مستطيل وظهر هنا دايره، يبقى ظهر هنا يا شباب بس. فهجيب بدايته هو بادئ من الجزء ده اهو، طب ونهايته نهي بره هنا كده. والله ماشي، انا كده حددت عرضه. طب عايز احدد ارتفاعه، والله هاته من السايد فيو الدايره بتاعته، وهات كده. طيب هنا بس في تريكايه دلوقتي يا شباب. انا كنت ناقل الجزء ده اهو رقم واحد ده هو لوحده في الاول، لما نزلت المستوى الكبير بتاعه اللي هو كان الخط ده كده كان لوحده، بس دلوقتي انا استنتجت الجزء ثلاثة ان هو اصلا فوق ايه، ما انا دلوقتي باصص من فوق، دلوقتي انا باصص من فوق الثلاث اجزاء. فمش انت هتشوف ان الجزء رقم ثلاثة ظاهر الاول من فوق وانت باصص من فوق؟ ده اصلا انا ايدي مش فبالتالي وانا باصص من فوق انا شايف الجزء رقم ثلاثة الاول وانا باصص من فوق صح. يبقى والجزء واحد تحتيه، يبقى انا هنا ده الجزء رقم ثلاثة هيبقى قصوري. اي حاجه معديه من تحته جوه الخط ده كده هيبقى ايه؟ ده شمال. تمام. حد مش عارف انا جايب اخلي الخط ده شمال من هنا؟ يا باشمهندسين. خط اللي هو بتاع الزاويه ايه؟ اه. ايوه ايوه، اللي هو الاسطوانه مبنيه فوق الشكل ده، فلحظه ما الشكل ده عدى من تحتها ما كنتش شايف الخط ده فقلبته ده شمال. كده انت خلصت يا شباب التوب بتاعك. حد عنده مشكله؟ حد عنده سؤال في الرسمه دي؟ حد محتاج حاجه؟